الترمس السريع الحلو. يلا بينا نعمله. كل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى سعيدة عليكم. العيد عموما ما يحلاش من غير الترمس، لازم في العيد ترمس. تعالوا اقول لكم عملت الترمس ازاي بسرعة جدا وايه تاني، ونشوف هنعمل ايه. يلا. بصوا انا جبت الحله اللطيفه اللذيذه دي بتاعتي ومليتها. ده ترمس سريع. جبت الترمس وحطيته في الميه وهي عادي من الحنفيه، يعني الميه من الحنفيه وعليها الترمس دوت. طبعا الترمس بيبقى شويه صغيرين جدا. وبعدين ولعت عليه، خليته على نار عاليه شويه، وبعد كده هديت عليه النار وسبته، وبعد كده طفيت عليه وسبته لحد ما بصوا الميه خلاص يعني بردت خالص. بصوا بقى الترمس بقى عامل ازاي، حاجه كده. بصوا قمر ما شاء الله جميل ازاي. دلوقتي بقى هعمل ايه، هشفي الميه دي. وعلى فكره الميه دي في بنات بتستخدمها بتغسل بيها شعرها لو عندها قشره ولا حاجه. ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا، عمري ما جربته، بس دي معلومه سمعتها كتير. المهم يعني الترمس السريع ده ما بيحتاجش ان انتوا تنقعوه اكتر من مره والكلام ده لا خالص، بس هو يحتاج ان انت ايه، تسيبيه في الملح شويه عشان يلحق يتملح. لان انا ما بملحوش دلوقتي، انا بملحه بعد ما بخلصته. دلوقتي خلاص اهو. دلوقتي هغير الميه دي عليه واشطفه كويس قوي قوي منها. وبعد كده هنقله في طبق تاني اللي انا بقى هحافظ عليه في التلاجة، وابتدي احط له الملح ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وكده بعد ما نقلته في طبق تاني اهو، ده الطبق اللي هشيله في التلاجة. وحطيت له شويه ميه وشطفته كويس جدا. هنحط له بقى ملح. بصوا انا دايما بحط له ملح بس، لكن انتوا تقدروا تحطوا ملح وشطه وليمون وكل حاجه، بس انا دايما بحط له الملح بس بملحه. وعند التقديم لما باجي بقى اقدمه بحط له الشطه والملح والكمون. يعني شطه وملح سوري، شطه وكمون وليمون، وهو كده كده متملح بيبقى تحفه جدا. بس دلوقتي انا حطيت له الملح، هتاكد ان الملح بتاعه مظبوط وخلاص. على كده ادي الترمس، شفتوا سهل جدا ازاي بنجيب الترمس السريع الحلو. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، جربوا ان انتوا تعملوه وتسيبوه في الحله لحد ما يبرد خالص، يبقى طعمه مسكر قوي والله جميل جدا. وبعدين بتحطوه في الميه يستوي على نار عاليه شويه، وبعدين نهدي النار، وبعدين تلاقوه طلع كده ونفش خلاص، تطفوا عليه وتسيبوه يكمل سوا لحد ما يبرد خالص الميه. وخلاص على كده ننقله ونحط له الملح ونشيله في التلاجة. لازم يتشال في التلاجة شويه عشان يبقى مملح. بعد كده بنطلعه نحط عليه شطه وكمون وليمون عشان يبقى زي اللي بناكله على البحر كده او على الكورنيش، بيبقى تحفه جدا. وكل سنه وانتم طيبين. هعمل لكم طبق واوريه لكم. وده شكل الترمس بقى بعد ما خلصناه. بصوا ما خدش وقت وسهل وطعمه حلو جدا وجميل قوي. مش عارفه اقول لكم ايه. بصوا الجمال. وادي اهو زي ما قلت لكم بقى لما بنيجي نقدمه انا متعوده على كده، لكن انتوا لو عايزين تحطوا كله في الترمس نفسه اوكي. انا بعمل كده، بحط لما باجي ناكله بقى بجيب الترمس بتاعي واحط عليه شطه وكمون وليمون زي ما انتوا شايفين، واقلبه بقى ده كله في بعضه، وكله احلى ترمس ممكن تاكلوه في حياتكم. بصوا القمر. وكل سنه وانتم طيبين.